البلوجر يارا ورضوى الشربيني فرشوا الملايات لبعض، وبعد ما كانت رضوى بتدعم أي ست خلقها ربنا، قالت على يارا بالذات مختلة عقليا وكمان تافهة، وكل ده بسبب أوتفيت المقابر. يا ترى إيه الحكاية؟ وليه الناس واقفة مع يارا مش مع رضوى؟ تعالوا نقول لكم ايه التفاصيل. كلنا متعودين على رضوى الشربيني إنها بتدعم كل الستات على أي حاجة يعملوها، لكن أخيرا ظهرت واحدة رضوى ما دعمتهاش بأي شكل من الأشكال. دي كمان عملت فقرة مخصوص في البرنامج بتاعها علشان تنتقدها، وخلت اللي ما يشتري يتفرج عليها، وكل ده بسبب فيديو ليها. الحكاية بدأت لما البلوجر يارا نشرت فيديو وهي رايحة تزور والدها في المقابر، وفي بداية الفيديو ورت المتابعين اللبس بتاعها وقالت لهم هو ده اوتفيت المقابر اللي هزور بيه والدي، وكملت باقي اليوم تصوير علشان المتابعين يدعوله. لكن الفيديو بقى ترند علشان الناس افتكرت ان يارا بتعمل اوتفيت مخصوص للمقابر، ورغم انها طلعت ووضحت ده، لكن رضوى تجاهلت ده وعملت الفقرة مخصوص في برنامجها. في البداية كانت بتتريق على طريقة كلامها واتنمرت على شكلها، وطلعت وقالت احنا بقينا نروح العزا واحنا لابسين دهب والماظ ونحط ميك اب وايلاينر علشان ما يبقاش وشنا شاحب، لحد ما وصلنا اننا نعمل اوتفيت للمقابر علشان ابقى شيك وانا بزور الميتين في المقابر، مفيش حرمانية. وقالت على يارا انها مختلة عقليا، وكملت كلامها وقالت أنا مش مختلة عقليا علشان أعمل زيها حتى لو ترند، علشان الموت ليه حرمة وعلشان ده دار الحق، مش معقول واحنا رايحين للأموات نعمل أوتفيت. يارا ما سكتتش وعملت فيديو مخصوص ترد عليها فيه، وقالت أنا عايزة أقولك يا اللي اتكلمتي عليا إني أنا أصلا مش محتواكي علشان تطلعيني في البرنامج بتاعك وتقعدي تتكلمي عليا، وبما إنك اتكلمتي عليا فأنا هرد عليكي. انا ما كنتش طالعه اعمل اوتفيت للمقابر، انا كنت بصور فيديو عادي جدا وقلت اني هلبس ده، لكن ما قلتش ايه رايكم البس ايه. انا صورت اليوم كامل علشان الناس تدعيله بالرحمه، مش عشان تطلعي تتكلمي عليا وتستغلسيه بالشكل ده. ده انا قد ولادك بتقولي عليا اني بحاول اخد الترند، لكن انا طول عمري ترند من اول ما طلعت على السوشيال ميديا. الغريب بقى ان كل الجمهور واقف في صف يارا، وقال إن رضوى استغلت الفيديو بتاعها علشان خاطر تبقى ترند فعلا، وإنه ما كانش المفروض إنها تعرضه أو تتكلم عليها بالشكل ده. وقالوا كمان إن ده مش نوع المواضيع اللي رضوى بتطلع تتكلم فيها، يعني المقصود إن الناس يتكلموا عنها بعد الحلقة دي. دلوقتي يجي دوركم تقولوا لنا شايفين موقف مين اللي صح، رضوى ولا يارا؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقعنا، موقع صوت الملايين.